انا مش طالعه اقول لك ان انا انسانه بيرفكت وخليكي زيي، لا. انا طالعه اقول لك تعالي اخد بايدك وناخد احنا الاثنين بايد بعض، ونبقى نسخه احسن من نفسنا، ونتعامل مع الالف حاجه اللي ورانا دي. المسؤوليات الكتيره دي مش هي اللي مخلياكي تعيسه. اللي مخلياكي تعيسه طريقه افكارك، وانك بتتاثري وسايبه حياتك اي حد يجي يرمي دماغك فكره كده في دماغك. يا جماعه شفتوا اللي حصل؟ ريم وبربري اتطلقوا. بجد انا لحد دلوقتي مش قادره استوعب الخبر نهائي. ريم وبربري دول كانوا مثل وقدوه ليا في العلاقه الزوجيه الناجحه. كانوا اتنين تحفه، بتفرج عليهم كده بس بيجيلي طاقه ايجابيه من لا شيء. ازاي علاقه حب السنين الطويله دي كلها، والعشره اللي بينهم والذكريات والسفر والضحك والهزار، كل ده في غمضه عين مبقاش موجود. للدرجه دي الدنيا دي مرعبه. للدرجة دي الواحد معرض انه يخسر اعز الناس ليه واكتر ناس بيحبهم، ويكونوا في حياة بعض ماضي. دخلت على اليوتيوب بيج بتاعتهم، ببص لقيت البيج فاضية تماما. كل فيديوهاتهم اتمسحت، كل ذكريات والضحك والهزار والسفر. ازاي كل ده في غمضة عين مبقاش موجود، بقى مجرد ماضي وذكرى. هم حتى مش عاوزين يشاركوها خلاص مع الناس، بيقولوا ايه كده كفاية خلاص، وقرروا انهم يشيلوها. عقلي لحد دلوقتي مش قادر يستوعب ان في علاقة حب وجواز بدت بداية زي بداية ريم وبربري، وانتهت النهاية بتاعتها دي. بصراحة انا شايفة انه الجواز ده بقت حاجة صعبة جدا، وان الواحد ما بقاش عاوز خلاص يفكر في جواز ولا في ارتباط. طب ارتبط ليه لما في الاخر هيحصل لي كده، وفي الاخر الشخص اللي انا بحبه واتعلقت بيه واتجوزته هيمشي وهيسيبني، ولا هيحصل بينا مشكلة كبيرة مش هنعرف نحلها وهنسيب بعض. لا لا لا، انا مش هقدر اخوض التجربة دي، مش هقدر اخوض التجربة انه اتعلق بحد والحد ده يسيبني او يخوني، او حتى يحصل اي حاجة. الاحسن كده ان الواحد يفضل في حاله وملوش دعوة بحد، ولا يتجوز ولا يرتبط ولا يبقى ليه علاقة بحد خالص. هو ده اللي انت بتفكري فيه صح؟ وهو ده اللي لقيته في اغلب الكومنتات اللي مكتوبة على الفيديو اللي نزلوه ريم وبربري، انه خلاص بجد احنا يأسنا، احنا ما بقاش عندنا امل اصلا انه إن يبقى في علاقات ناجحه في الدنيا. وازاي وانتوا كنتوا المثل والقدوه، الواحد اتعقد خلاص، الواحد ما بقاش واثق ابدا ان هو ممكن يلاقي حد يكمل معاه حياته. ليه بجد حصل كده؟ وازاي سبتوا بعض؟ انا نفسي لما قريت الخبر يعني او شفت الفيديو اتصدمت انه معقوله، وفكرت نفس التفكير انه معقوله بجد. يعني أنا كنت بحبهم جدا، وحقيقي الواحد زعل، وربنا يكتب لهم الخير ويوفقهم في حياتهم. ولكن لازم بقى كل واحد تاني شايف الفيديو ده يقف مع نفسه وقفة كده، ويفكر شوية قبل ما يسترسل في كل الكلام الجميل اللي أنا قلته من شوية. بس قبل بقى ما نقف الوقفة دي ونسترسل بقى ونفكر احنا ليه فكرنا كده ونتيجة التفكير ده يحصل لنا ايه، تعالوا نقوم نعمل حاجة دافية نشربها مع بعض ونرجع تاني. جهزتي المشروب بتاعك؟ عاوزاكي بقى كده تركزي معايا وتقعدي في مكان هادي خالص وتفضلي دماغك، عشان بجد هنقول كلام مهم جدا. دلوقتي لما بتجيلنا افكار سلبيه او بيحصل موقف، هو الموقف ده ما حصليش، مش انا اللي خدت التجربه دي، ريم وبربري اللي خدوا التجربه دي. تجربه صعبه جدا، انفصال. انا بتاثر ليه؟ كأن انا اللي حصل لي الموقف ده. ليه واخد بقى نتيجة للتأثر ده اكشنز وافكار، والافكار دي تتحول بقى بعد كده لسلوكيات معينة ومبادئ وحاجات انا مؤمنة بيها ومش عاوزة اغيرها. ليه؟
ليه يا ترى؟ لانه عقلنا ما بيقدرش يفرق ما بين حاجه احنا بنعيشها وحاجه حد تاني بيعيشها. في حاجه في المخ اسمها الميرور نيورونز، الخلايا دي اللي في المخ بتشوف اي حاجه كانك انت اللي خدتي التجربه دي. عشان كده تلاقي مثلا لو حد بيتفرج على ماتش كوره تلاقيه قاعد كده ومشدود ويا نهار ابيض وما جابش جول، وجسمه في تحفز كانه هو اللي في الملعب بيلعب، مع انه هو قاعد في بيته عادي على الكنبه. بس اللي حصل انه من كتر ما هو مندمج في اللعبه بمشاعره وبحواسه بقى جسمه حاسس ان هو اللي بيعمل الاكشن ده، هو اللي بيلعب. نفس الكلام لما بتتفرج على فيلم دراما بقى ومتاثرين جدا، اللي بيحصل ان عقلك ما بيفرقش ما بين حاجه انت بتعيشيها وحاجه انت اللي بتشوفيها. يعني انت مش عايشه الحاجه دي، لا انا اوريدي شايفه بس الحاجه لكن انا ما عشتهاش. وبين بقى حاجه انت اوريدي اللي عايشاها وانت اللي خدتي التجربه دي، في الحالتين بتحسي نفس المشاعر. فيجي دلوقتي قدامنا يحصل انه حد من اهلنا يمر بتجربه، اختي مثلا او والدتي او والدي او ايا كان، اتاثر كأن انا اللي حصل لي الحاجه دي، ويتربى جوايا عقده. اب وام انفصلوا وانا اتربيت في بيت مثلا فيه الانفصال ده، اللي يحصل انه غالبا الابن اللي بيطلع بيبقى عنده مشكله كبيره جدا في الارتباط وفي العلاقات، وبيبقى يعني بالنسبه له ازمه ان هو ياخد علاقه، مع انه هو مش هو اللي مر من الانفصال، مش هو اللي مر بالجرح ده وبالازمه دي، ولكن هو عايش ده، عايش السيتويشن، شاف حد تاني قريب منه في حياته بيعيش نفس التجربه. فاللي حصل انه خلاص عقله ما فرقش ما بين انا خدت ده او ما خدتش ده. صراع، حرفيا بنعيش في صراع ما بين العقل والقلب، ما بين ان قلبك متأثر قوي وموجوع قوي لحاجة شفتيها في التلفزيون او خبر سمعتيه فأثر في مشاعرك، وبين عقلك اللي مش فاهم هو ده صح ولا غلط، هو انا المفروض اتضايق دلوقتي واتأثر ولا انا المفروض ما اتأثرش، هو انا لو خدت تجربة ارتباط هيحصل لي زي اللي حصل لهم ولا مش هيحصل لي. بصوا، عشان نحسم الموضوع والجدل ده، لانه الواحد لما بيسيب نفسه بقى، لا الطاقة اللي قد كده دي بتروح بقى، بتروح وياتها بتروح في حاجة تفيدني، بتروح على حياة ناس تانية انا ما اعرفش تفاصيلها، ما اعرفش اي حاجة عنها غير لقطة حلوة بياخدوها هما بيضحكوا. انا ما اعرفش حياتهم عاملة ازاي، ما اعرفش علاقتهم كانت عاملة ازاي، ما اعرفش ايه اللي بينهم، ايه المشاكل، دنيتهم عاملة ازاي، انا ما اعرفش. ومش مشكلتي ولا وظيفتي ان انا اعرف. يعني انا مش دلوقتي قاعده سايبه حياتي كلها وشغلي الشاغل ان انا اعرف هو ليه اتطلقوا، هما ليه سابوا بعض، او اكيد حصل كذا عشان كده اتطلقوا، اصل ما اعرفش بيقولوا ان هم هو خانها، اصل بيقولوا حصل ما اعرفش ايه. الله اعلم، بجد الله اعلم. انا ما اقدرش احكم وما اقدرش ان انا اعرف حياة غيري، فليه بدخل نفسي ومشاعري في حياة غيري وبسيب نفسي استرسل في افكار سلبية كتير ما بتعملش اي حاجة غير ان هي بتخليني انا مش قادرة اخد خطوة في حياتي، او لو باخد خطوة في حياتي انا باخدها وانا مترددة. قوليلي في كم عريس اتقدم لك وكنتي خايفة جدا انك تقابليه، خايفة انك تقعدي معاه، مش متحمسة اصلا للموضوع، وشايفة الموضوع كله مقرف ومش حلو بسبب ان هو اتقدم لك، وده هيبقى جواز صالونات، انت ما كنتش تعرفي الشخص ده قبل كده. كم مره؟ ليه؟ عشان خلاص بقى في فكره في دماغنا من السوشيال ميديا انه لازم الشخص ده عشان اعيش قصه حب فظيعه ويبقى علاقتنا ناجحه ببعض لازم اكون عارفاه قبل كده، كان زميلي في الكليه، كان زميلي في الشغل، لازم يعمل لي بروبوزل مرعب بقى ويجيب لي ورد وبلالين ويقعد يتني ركبته بقى على الارض ويفتح لي علبه ويقول لي فيها تتجوزيني. صح، هو ده اللي احنا بقينا عايشينه. فاصبح الحاجه التقليديه او الطبيعيه انه شخص مثلا يبقى عاوز يتقدم لواحده فيروح ويكلم اهلها ويقابلها. لا انا مش عاوزه كده، لا مش دي الطريقه اللي انا عاوزه اتجوز بيها، لا مش هي دي. مع ان العقل والمنطق بيقول انه مفيش اي وجه يعني او اي سبب منطقي انك انتي ترفضي الشخص ده. ترفضيه ليه؟ قعدتي اتكلمتي معاه، شفتي شخصيته، لقيتي فيه عيب كارثي، لا طب ما رفضتيه ليه يا بنتي؟
مش حاسه الشراره كده، يعني عارفين الشراره دي الكاتش كده، انا ما حسيتش ناحيته الها، عارفين الها، ما حسيتهاش، فمش هرتبط بيه، لا مش هينفع، لا. وترفض عريس والتاني والتالت، وممكن يكون حد فيهم مناسب وكويس جدا، بس عشان خاطر ان هي اتأثرت بفيديو شافته، او بحاجه سمعتها، او حد من قرايبها حصل لها، فخلاص بقت عندي فكره وقناعه انه لازم يحصل معايا حاجه زي كده، او هو ده الطريقه الصحيحه للارتباط، لازم يبقى في حب. مفيش حب يبقى مفيش ارتباط. ازاي؟ ازاي بقينا سطحيين قوي كده؟ ازاي بقينا اي حد كده يجي يرمي في دماغنا اي حاجه؟ والله بجد عادي، يعني احنا فاتحينها كده خالص. انا فاتحه دماغي دي، اي حد يجي يرمي اي فكره في دماغي انا هاخدها شكرا، انا همشي بيها في حياتي. وفي الاخر بنسال انا ليه طاقتي مهدره؟ انا ليه متضايقه كده؟ انا ليه حاسه بالانسكيورتيز دي كلها، حاسه بعدم امان، حاسه اني خايفه من كل حاجه حواليا. والله العظيم هتلاقي 3/4 الحاجات اللي انت خايفه منهم ولا حاجه منهم حصلت لك. حصلت لصاحبتك، حصلت في المسلسل اللي انت بتتفرجي عليه، حصلت لحد على السوشيال ميديا بلوجر، حصلت لقريبك، قريبتك، لوالدتك، والدك. لكن انت ما حصلتلكيش اي حاجه من الحاجات دي. طب ليه عايشه بكم المشاعر اللي مخلياكي مش سعيده دي؟ ليه؟ اقفي واقفه مع نفسك وفكري، رجعي كده بقى خطوه، واقعدي كده فكري مع نفسك شويه. هل انتي عايشه الحياه دي؟ لا. طب هل انتي تعرفي تفاصيل الحياه دي؟ برضو لا. طب هل لو انتي دلوقتي اتضايقتي وتبنيتي الافكار السلبيه اللي جاتلك من الفيديو ده هيوديكي لحته كويسه قدام في حياتك؟ لا. احنا بس ما بنبذلش كده مجهود ان احنا نفكر الاول المشاعر اللي جايه لي دي هتاثر في حياتي ازاي، وهتكون تفكير عامل ازاي. موضوع تاني برضو، فكره تانية، امانك في شغلك. انتي لو ما بتشتغليش وما بتعليش في شغلك، انتي صفر على الشمال، انتي محدش هيفتكرك ولا هيبقى ليكي اي اهميه في الدنيا. انتي في الاخر هتتجوزي وجوزك هيقعد يتحكم فيكي وحياتك هتضيع. ازاي ما تشتغليش؟ هتنزل الواحده تشتغل شغلانه مش مناسبه ليها ومش عاجباها، وتبقى مفحوته، وكل يوم تروح البيت 8 9 بالليل مكتئبه وكارهه حياتها، وفي الشغل ضاغطينها، عايشه حياه حرفيا ما فيهاش اي انبساط، وهي مش مبسوطه بالشغل ده. مين يا جماعه اللي قال الافكار دي؟ مين اللي قال الافكار دي؟ مين اللي خلى الحاجات دي بقت مسلمات عندنا؟ انا مش هنكر ان في ناس مرت بتجارب سلبيه، في ناس ما كانتش بتشتغل واتحطت في ظرف وحش، وكانت مضطره فيه ساعتها انها تشتغل وتعبت في حياتها. في ناس كده. بس هل ده القاعده؟ انا ليه اخد السيناريو الوحش في حياه كل واحد واتبناه انا واقول دي خلاص حياتي وابني عليه سيناريوهات؟ يعني حجم عبث بيحصل في تفكيرنا مش طبيعي، واحنا مش عارفين ازاي نكنترول ده، ازاي تحافظي على طاقتك من ده. فاللي بيحصل ونهايه المطاف ان انتي بتبقي قاعده شايله عقد وكلاكيع الناس كلها في حياتك ومأثره على قراراتك. اوكي، طب احنا عايزين نوقف بقى الحلقه الجحيميه دي. برضو انا عاوزه اوقف اني اتاثر بحياه الناس واخدها ان دي خلاص حياتي، واوقف العالم بتاعي على حياه ناس تانية، او اعيش اسبوع زي الزفت ومتنكده بسبب الاتنين انفصلوا انا معرفهمش اساسا. اعمل ايه؟ بصي، عشان توقفي الدايره دي اللي هتخشي فيها، اولا حاولي تبعدي عن الناس اللي بتشتكي كتير، الناس اللي بتصدر لك بس الوحش في حياتها. عارفين انتوا الشخص اللي لما تيجي تقعد تتكلم معاه وتقول له بقى ايه اخبار الجواز؟ ده الجواز ده زي الزفت، ياه ده انا عايش في معاناه، والله يا عم ما تتجوزش، خليك كده عايش شباب، يا ستي هتتجوزي ليه؟ ده انت حياتك هتقف بعد الجواز. ما تسمعيش او ما تساليش، يعني الاحسن انك انت ما تساليش، اقعدي كده اسمعي اسمعي اسمعي، وقرري بعد كده ان انت الشخص ده ما تاخديش رايه في اي حاجه. ما اقولكيش، مش هقولك اقطعي علاقتك بيه، بس اقل حاجه ما تسالوش عن رايه في اي حاجه.
طالما هو شخص سلبي وكلامه دايما سلبي ما تاخديش رأيه في اي حاجه. اوكي. تاني بقى حاجه، اول ما تجيلك مشاعر سلبيه وتركزي كده وتبداي بقى تندمجي بقى وتخشي في المود الاكتئاب بقى الحاجه انت ما حصلتلكيش، اقعدي قولي لنفسك ان دي حياتهم هما وتجربتهم هما، وانا ماليش دعوه بده. هل ده معناه ان احنا ما نتعلمش من تجارب الاخرين ومن حياتهم؟ اتعلم، بس امتى؟ لما يكون الشخص اللي قدامي جاي بينقل لي تجربته في نقط، والله انا وقعت في 1 2 3 4، وحاولي انت تستفادي بس الحاجات دي. ممكن اسمع. حافظي على طاقتك. بجد الواحد عايش فترة طويلة من حياته متأثر بتجارب ناس تانية، خليته لما بيخش اي حاجة جديدة ليها علاقة بالحاجات دي اللي هو كان متأثر بيها، بيبقى نفسيا قلقان ومتوتر وحاسس ان لا مش هتظبط، اكيد مش هتيجي معايا تظبط، اكيد مش هتظبط يعني زي فلان ما ظبطتش معايا. ف لا بجد الموضوع بيبقى كارثي، الموضوع بجد بيبقى كارثي جدا على نفسية البني آدم. وفي الآخر اكتشفت ان انا ما حصلش ليا الحاجة اللي انا كنت قلقانة منها. ولو انت شخص بقى بتمر بحاجة سلبية او بتمر بفترة صعبة في حياتك، الله يكرمك، حاول على قد ما تقدر ان انت ما تبقاش انسان شكاي، ما تقعدش تطلع كل، مش عارفه اقولها ازاي يعني، بس يعني ما تقعدش تطلع كل الحاجات الوحشه اللي جواك وتصدرها للناس. بلاش تكئب الناس اللي حواليك، بلاش، الله يكرمك، بلاش تكئب الناس اللي حواليك. بلاش قعدتك كلها تبقى كلام عن معاناتك وعن حياتك الصعبه وظروفك الوحشه، لان في انسان لسه داخل وهيبدا الحاجه دي يحط ايده على قلبه وخايف، وبكلامك السلبي ده هو ملوش الليل. في واحده فرحها كمان كام يوم وفتحت كده الموبايل وقعدت تسكرول، لقيت واحده منزله فيديو عماله تشتكي من جوزها وتقول ده عمل وسوى فيا ومنه لله، مش هيشوف خير في حياته، ده رماني انا وبنته، ده حصل معرفش ايه. فالست دي وهي خلاص فرحها كمان كام يوم اكتئبت وحزنت وقعدت تعيط وانهارت عشان تخيلت انها ممكن يوم من الايام يحصل لها ده. فبلاش ننشر الوحش، بلاش تنشروا الافكار السلبيه والحاجات السلبيه اللي خلت بجد الناس دلوقتي حاسه ان مفيش امان في الدنيا، مفيش خير، صحاب مش واثقه فيهم، علاقات مش واثقين فيهم، اي حاجه حوالينا دلوقتي بقينا حاسين بعدم امان من ناحيتها. وقفوا الكلام ده كله وابدأي بنفسك وباللي انت تقدري عليه، ان انت تقولي لنفسك لا ان شاء الله خير، ان شاء الله ربنا مش هيضيعني، ان شاء الله ربنا مش هيجيب لي حاجه وحشه، ولو هيجيب لي حاجه وحشه فربنا هيجيب لي حاجه دي لان ده ابتلاء من عند ربنا، مش عشان انا عملت الحاجه الفلانيه، مش عشان انا اتصرفت بالشكل الفلاني، لا عشان ده اختباري في الدنيا، ده اختباري، دي الحاجه اللي ربنا عاوز يختبرني فيها، مش عشان فلان الفلاني حصل معاه حاجه زي كده فاوقف انا حياتي وما اخدش تجارب بسبب ده. الله يكرمكم، انا بجد انا شخصيه اصلا حساسه جدا وبتتاثر بشكل مش طبيعي بالحاجه اللي بتشوفها، بتاثر قوي. يعني انا ممكن لو قعدت اتفرجت على فيلم والفيلم ده كان فيه قصه حزينه، انا ممكن اسبوع كامل ابقى متنكده بسبب الفيلم ده، والله يعني بتاثر قوي. بس لقيتني طب وبعدين يعني اوعوا تعملوا كده بجد، يعني نصيحه من قلبي بجد بقولها لكم، لو انتي عاوزه تعيشي حياه مستقره نفسيا وعاوزه تبقي مبسوطه في حياتك، مالكيش دعوه بحياه حد وما تتاثريش بحياه الناس، ما تتاثريش. ولو حد جه قال لك كلام سلبي اسمعي من هنا وطلعي من هنا على طول. ببساطه شديده الشخص ده هو بس عاوز يرتاح، عاوز يطلع الطاقه السلبيه دي،
عاملك ان انت بقى الصندوق اللي هيرمي فيه الطاقه السلبيه دي. لا انا معلش، انا مش صندوق. انا مش صندوق بتيجي ترمي فيه مشاعرك وافكارك السلبيه وتمشي وانا اللي حياتي تتدمر. طب ليه بجد؟ ليه يعني؟ وقفوا ده، وقفوا، قولوا لا. قولي لا. قولي لا، انا مش هدمر حياتي. قولي لا للناس السلبيه، صاحبتك السلبيه اللي تكلمك وتقعد معاكي ساعه في التليفون بس بتشتكي، دي تقطعي علاقتك بيها بصراحه يعني. زميلتك اللي في الشغل اللي بتقعد تشتكي لك 3 ساعات قد ايه حياتها بايظه ومتدمره، انت عاوزه مني ايه يعني؟ انت لما بتيجي تنشري لي الطاقه السلبيه بتاعتك دي، عاوزه مني ايه؟ عايزه مني نصيحه؟ اوكي تمام يا ستي. ممكن لو انا مثلا والله عندي مشكله في الحته الفلانيه ومحتاجه نصيحه من حد، تقدري تنصحيني اتصرف ازاي؟ وبيبان على فكره، بيبان والله العظيم يا جماعه. الشخص اللي جاي بيتكلم عشان نفسه في حل وعايز حد يفكر معاه يفكر له في حل، وبين الشخص اللي بس جاي يملاك طاقه سلبيه، هو بس عمال يفرغ طاقته السلبيه. اصل انا برتاح لما بتكلم. يعني انت ترتاح وتكئبني انا؟ اتكلم مع ربنا. يعني انت دلوقتي لو عندك ازمه في حياتك، لو عندك مشكله، لو عندك حاجه تعباك قوي ومقرقاك ولا ابتلاء كبير في حياتك، اشتكي لربنا. كلم ربنا. ربنا مش هيكل ولا هيمل من سماعك. ربنا الوحيد اللي يقدر بجد يحل لك مشاكلك. مش هيقولك معلش ويقوم ويكمل بقية حياته. لو انت متخيل ان في حد مهتم بالأزمة اللي حصلت لك، فمحدش مهتم بصراحة. فالناس مش هتفيدك بأي حاجة خالص. فانت ليك نفسك خلاص. انت قدامك شخص شكاي، يعني اوكي انت شخص شكاي، خليك بقى مع حالك، مالكش دعوه بيا. ما تجيش تشيلني همك. انا اسفه، انا اسفه، انا عارفه ان الكلام ممكن يكون جامد كده وناشف وبتاع، يعني ايه يعني الناس ما تسمعش لبعض؟ لا، نسمع لبعض ونشارك بعض ونفضفض مع بعض. تمام، انا مع ده، بس افضفض مره واحده. لكن الشخص اللي كل مكالمته معايا سلبيه، شكوى، مشاكل، حياتي متدمره، حياتي بايظه، لا ده شخص ما تقعدش معاه، ما تتكلمش معاه، ابعد انفصل كده عنه وابعد عنه على قد ما تقدر. تالت حاجه بقى، كلمه بجد حد قالها لي، والكلمه دي انا مقتنعه بيها جدا. بصوا، انا كانت في فتره في حياتي كانت مضغوطه جدا، وكنت نفسيا فيها مش احسن حاجه خالص. وفي الفتره دي في حد جه وقال لي نصيحه، كانت نصيحه رائعه 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 بجد. قالت لي ايه بقى؟ قالت لي بصي، اللي بيشيل فوق قدرته وفوق شيلته كتافه بتوجعه. فانت طول ما انت شايلها فوق مقدرتك وفوق طاقتك وفوق تحملك، كتافك هتوجعك. ايه اللي هيحصل لما كتافك توجعك؟ هتقعدي تعيطي وتنهاري وتشتكي وتتحولي للشخص اللي احنا عايزين نبعد عنه اصلا. ليه؟ لانك شايله فوق شيلتك. هل شايله فوق شيلتي دي؟ وبصوا على الحته الجايه دي عشان مهمه جدا. هو ان انا ببذل مجهود كتير وبشتغل وعندي بيت وعندي اولاد وعندي مش عارفه اهلي بسال عليهم؟ لا. تخيلوا بقى، مش عشان انت بتعملي كذا حاجه، لا، لان في ناس تانية بتعمل اكتر من حاجه في حياتها، والناس دي ناجحه وسعيده ومبسوطه ومش حاسين بالازمه اللي انت حاساها. الازمه الحقيقيه في تفكيري انا وانا بعمل الحاجه دي، هي دي الشيله اللي فوق شيلتك. ايه بقى؟ ان انا اقوم الصبح احضر الفطار مثلا لولادي ولجوزي واروق البيت، فاحس ان انا ياه، ده انا ست الدنيا جايه عليها قوي. هو في كده؟ شوف هو نايم ازاي وانا قايمه من صباحيه ربنا اعمل السندوتشات واعمل الاكل واحضر ما اعرفش ايه. الست دي ضحيه بجد، احنا ضحايا المجتمع. الرجاله دولت مش حاسين بينا بصراحه. فانا دلوقتي اديت لنفسي ايه؟ طاقه سلبيه شايلتني فوق شيلتي. يعني انت كده كده هتقومي وهتعملي سندوتشات وجوزك مش هيقوم يساعدك في السندوتشات، فانت هتعمليها، بس شلتي فوق شيلتك بالافكار السلبيه اللي انت رميتيها في دماغك. شكرا، يومك بقى اتقفل خلاص كده.
قعدت على السوشيال ميديا وشفت فيديوهات لواحدة عندها مشاكل مثلا في حياتها، وقاعدة عمالة بقى تشتكي ومش عارفة ايه وبتاع. فانا ما سكتش، رحت رايحة عاملة لها فولو وعاملة لها كومنت: انت عندك حق، الدنيا دي ما بقاش فيها خير، فعلا اللي بتقوليه ده صح، ده انا حصل معايا ما اعرفش ايه. فاللي يحصل بقى ايه؟ عملتي لايك وكومنت وفولو للبوست ده، هيجيلك زيه تاني. هي الالجوريزم اصلا بتاعت السوشيال ميديا كده، يعني شوفي انت بتعملي لايك على ايه بيجيلك اكتر منه. فيقوم جايلك بقى قصة تانية لواحدة مش عارفة يا ربي حصل لها ايه في حياتها، وقصة ثالثة، وقصة تجيب قصة تجيب قصة. بقى الفيس بتاعك كله ولا اليوتيوب بتاعك كله سلبي، طاقة سلبية وكلام سلبي بس. يلا شيلي فوق شيلتك اكتر. يلا انا ماشية عمالة اشيل واحط على كتافي، اشيل واحط على كتافي، حياتي وقت عمالة اشيل فوق شيلتي. نزلي بقى الشيلة دي كلها، الله يكرمك، واقعدي كده مع نفسك قاعدة كده كويسة، وامسكي ورقة وقلم وفكري في كل الكلام اللي الناس بتقولهولك وموقف حياتك ومخليكي خايفة. انا اماني في الفلوس، انا اماني في شغلي، انا ضحية، انا الدنيا جايه عليا. الرجاله ملهمش امان وكلهم خونه. ولادك اللي انت دلوقتي تعبانه عليهم وسهرانه وعماله تربيهم وتكبريهم هيكبروا وهيروحوا لحياتهم وهيسيبوكي لوحدك، زي ما انا عيالي سابوني لوحدي. صح؟ مش دي الافكار اللي بنسمعها حوالينا؟ امتى هنوقف ده؟ امتى هتقولي لا بقى؟ يعني لا بجد بقى للافكار السلبيه دي، لا للحاجات اللي مدمره حياتي ووقفاني دي. خليكي عايشه بقناعه ان والله دي حياتي، انا هحسن فيها، النتيجه بتاعت ربنا. انا احسنت لولادي وربيتهم واديتهم كل طاقتي، ولادي ما قدروش ده عند ربنا. ليه؟ ما تستنيش مقابل. مشكلتنا ان احنا عاوزين مقابل لكل حاجه بنعملها. انا مش عايزه اعمل حاجه لله، انا عايزه اللي اديهولك تديني زي. لا، ما انت لو عملتي كده هتشيلي فوق شيلتك، لانك هتبقي دايما حاسه انك مظلومه مقهوره، جاي الدنيا عليكي وطالع عينك ومفيش حد بيقدر ومفيش حد بيشيلك ومفيش حد. ده انا بص، اخواتي، ده انا عملت معاهم معرفش ايه واخواتي ما قدروش. مش بنسمع كده؟ مش بنسمع كوارث ولا لا؟ وعن اخوات مش كويسين مع بعض ولا لا؟ ويبقى في حد مثلا شال التاني وعمل له حاجات كتيره وفي الاخر التاني ده ما قدرش، فيحبط ويحزن ويقعد يتاثر ويقول للناس ايه؟ مبقاش فيه خير في الدنيا خلاص. متعملش حاجة، متعملش حاجة، وعيش حياتك لنفسك. خليك كده إنسان ما بتفكرش غير في نفسك. التفكير ده ما بيعملش حاجة غير إنه بيخلق شخص نرجسي محوره هو ذاته. أنا عايش عشان أبسط نفسي، أنا عايش عشان نفسي. أنتوا أصلا كلكم مش جايين منكم حاجة إيجابية. ليه أديكوا طاقتي؟ ليه أديكوا طاقتي؟ ليه أعمل لكم حاجة؟ ما أنتوا مش هتقدروا، ما أنتوا مش هتدوني، عشان أنا محوري بقى ذاتي. لا، انا محوري مش ذاتي، انا محوري ربنا. انا محوري ان انا بعامل ربنا، محوري ان انا انسانه بتعب في حياتي، بجتهد في شغلي، سواء الشغل ده هم هيقدروا ده ولا لا. هجتهد قد ما انا باخد، يعني انا باخد دلوقتي مرتب معين ووظيفتي ان انا اعمل 1 2 3 هعملهم. مديري قدر، مديري ما قدرش، شكروني في الشغل ما شكرونيش، ده شغلي وده وظيفتي. الشيله اللي فوق شيلتي ان انا ابقى قاعده دايما مستنيه انهم يقدروا، مستنيه الاهتمام من الشخص اللي قدامي. عارفه لما تبقي كده انت عماله تشيلي فوق كتافك حمل ان انا لو ما اتقدرتش انا ماليش لازمه وماليش قيمه. فقيمتي اصبحت في تقدير الناس ليا. شيلي فوق شيلتك، استحملي. مريتي بتجربه سلبيه، ارتبطتي بشخص والشخص ده طلع وحش، وانت اديتي طاقتك وبذلتي مجهود في العلاقه دي، عندك حل من الاثنين، والله العظيم حل من الاثنين مش تالت. يا اما هتطلعي من العلاقه دي تحاولي بقى لا تشتكي ولا تتكلمي مع حد وتقفلي بابك كده عليكي، باب حياتك كده عليكي، وتقعدي مع نفسك تفكري ايه اللي انا عملته غلط في العلاقه دي خلاها فشلت. هل انا ليا يد ولا ماليش يد؟ هل انا اخترت الشخص ده غلط
طب والمعايير اللي خلتني اختار الشخص ده بيها؟ 1 2 3 4. خلاص، يبقى انا المعايير دي ادت لنتيجه سلبيه، يبقى انا محتاجه اعدل في معاييري. ولما بعد كده اخش في تجربه تانية، انا ان شاء الله باذن الله هعرف اخد قرار صح واختار اختيار صح. ساعتها صدقيني انت الموف اون ده بالنسبه لك هيبقى كده. خلاص، هتتخطي العلاقه دي وهتبقي قادره انك ترتبطي تاني وتعيشي حياتك تاني عادي. ليه؟ لان انت ما بتشيليش نفسك فوق همك ان هو ايه، اقعد بقى. وطبعا طبيعي هيجيلك مشاعر سلبيه، بس انت ما تنغمسيش في المشاعر دي، ده اللي انا قصدي عليه. لكن هتقعدي، انا انسانه اصلا عمري ما اخدت حاجه نفسي فيها. انا ما بيجيليش بس في حياتي غير ناس وحشه. ليه يا رب حصل معايا كده؟ استغفر الله العظيم. ليه؟ ده انا بذلت مجهود في العلاقه دي، وحاولت ان انا انجحها على قد ما اقدر، وسعيت ان انا الشخص دوت ابني حياتي معاه. مره واحده كده كل ده يتهد، مره واحده كده حياتي تقف، وابدا تاني من الاول. اقعدي بقى قولي شايفه الكلام اللي انت عماله تقولي لنفسك ده، عماله تشيلي نفسك فوق شيلتك. هو ده بالظبط. والله العظيم يا جماعه الشيله الحقيقيه مش في ان انت كأم بتنزلي تودي ولادك التمارين وترجعي تعملي الاكل وتنظفي البيت وتشتغلي. مجهود وبنتعب، وساعات الواحد بيقعد يقول يا لهوي وانا بجد هعمل كل الحاجات دي ازاي؟ انا عايشه ده اوريدي، انا في الواقع ده. انا بشتغل وعندي بيبي صغير و... وعليا مسؤوليات البيت وساعات بقعد بجد اللي هو انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ بجد. ولكن حاجه من الاثنين، يا هعيش حياتي انسانه شكايه شايفه ان الدنيا كلها جايه عليا وانا الست المظلومه المقهوره اللي طالع عينيها في حياتها وبتعمل مليون حاجه في نفس الوقت. يا اما انا لا، انا عايزه انجح في حياتي، انا عاوزه اعمل كل حاجه بافضل شكل ممكن وعاوزه اسعى لده. وهو ده السبب اللي خليني اعمل القناه دي، عشان اشارك معاكم ده. انا مش طالعه اقول لك ان انا انسانه بيرفكت وخليكي زيي، لا. انا طالعه اقول لك تعالي اخد بايدك وناخد احنا الاثنين بايد بعض، ونبقى نسخه احسن من نفسنا، ونتعامل مع الالف حاجه اللي ورانا دي. المسؤوليات الكتيره دي مش هي اللي مخلياكي تعيسه. اللي مخلياكي تعيسه طريقه افكارك، وانك بتتاثري وسايبه حياتك. اي حد يجي يرمي دماغك فكره كده في دماغك خلاص. اي حد يجي بيرمي فكره في دماغي باخدها وبتاثر بيها. شكرا، حياتك هتقف. حرفيا حياتك هتقف. لا تعلقي سعادتك بحد، لا تعلقي نجاحك بحد، ولا تستني حاجه من حد. انا عارفه ان هي صعبه جدا، وانا نفسي بعيني عشان اطبق الكلام ده في كل وقت، لانه ساعات فعلا انت ممكن تعملي مع ناس انت واثقه ومتاكده ان الناس دي مش هترد لك الحاجه دي، ومش هتقدر ان انت عملتي ده. مش هتقدر. بس انا بعمل ده لله. قولي لنفسك كده، انا بعمل ده لله، بعمل ده لنفسي، بعمل ده عشان انا كده، انا دي شخصيتي، انا دي طبيعتي، انا انسانه بتحب تعمل ده. مش عشان انا عاوز اللي قدامي يديني. ربنا ابتلاكي بشخص ما قدرش ده، خلاص ده ابتلاءك، ده اختبارك، ده ورقتك. انت عاوزه تجاوبي ازاي على ورقتك دي؟ حاولي ان انت تجاوبي على ورقتك دي بافضل شكل ممكن. فانا عارفه ان انا طولت في الفيديو واتكلمت كتير، ولكن صدقيني كل واحد منا عنده اختباره وعنده ابتلاءه وعنده حاجات صعبه في حياته. لو طلعنا وشاركناها ببعض هنقعد معاك كلنا. بس ماذا بعد؟ نهايه الكلام ده كله بقى وخلاصه الفيديو، اوعي تشيلي فوق شيلتك. نزلي الحمل ده كله على كتافك، واقعدي رتبي دايره كده اولوياتك واعملي كده بقى. الدايره الاولانيه دول اكتر حاجات انا عايزاها في حياتي، عايزه تبقى قريبه في حياتي، عايزه اجذبها في حياتي. وبعد كده الابعد والابعد والابعد. الناس السلبيه ابعدي عنهم خالص، الناس الشكايه ابعدي عنهم خالص. حافظي على طاقتك، لانك انت محتاجه كل ذره طاقه فيكي عشان تقدري تقومي بدورك الاساسي كأم، دورك الاساسي كإنسانه بتشتغل، كطالبه حتى في الجامعه. انت عندك ادوار اساسيه في حياتك، عندك حاجات عايزه تبذلي فيها مجهود وعايزه تبذلي فيها طاقه. حافظي على طاقتك دي عشان تقدري تنجحي في الحاجات دي. بس وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ما تنسيش تعملي شير ولايك وسبسكرايب، وارجعي شوفي الفيديوهات اللي فاتت، واستنوني في فيديو جديد.